بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كل واحد بيقول للتاني انت غالي عندي، انت عشرة عمري، انا بحبك، ما اقدرش ابدا استغنى عنك. تمام، انا كمان ببادلك نفس الشعور وبحبك وانت حبيبي وما اقدرش استغنى عنك. بس تعالى هاتلي موقف كده، شوف الشخص ده هيقف جنبك ولا هيعمل ايه. شوف مدى حبك وحبه ليك. هي... هيصدق فعلا، هيبين لي فعلا قوة حبه ليا. المواقف بس هي اللي بتبين البني آدمين، مش بالعشرة أبدا ولا بالسنين. في ناس بتبقى مع بعض 10 سنين طويلة جدا، بس ما حصلش موقف بينهم عرفوا أصل البني آدم اللي معاه ده إيه. أول ما بيحصل موقف بتلاقيه خلع وسابه في عز الموقف. يقولك إيه ده؟ معقول؟ معقول ده هو اللي يسيبني في الموقف ده؟ ده أنا كنت أتخيل الناس كلها تسيبني إلا هو. لا، هو اللي بيسيب، لان هو مش بيحبك باخلاص، هو بيحبك كده وخلاص. ان انت بتشغل وقته وبتشغل يومه وبيقضوا اليوم مع بعض وخلاص. ممكن يكون زمايل في الشغل، ممكن يكون جيران، ممكن تكون عشرة، بس العشرة ما بيحصلش فيها مواقف كتير. واول ما يحصل الموقف بتلاقيك ولا كأنه يعرفك، ولا كأنك كنت اصلا عشرة. فالعشرة مش بتدوم غير للناس اللي فعلا في المواقف بنلاقيها واقفة معانا. وممكن تكون ناس في الموقف ده بس هي عرفتني، في الموقف ده بس هي وقفت جنبي، بعد كده انا ما كنتش عارفها من قبل. فبتصدم، ايه ده؟ ازاي ده انا ما كنتش اعرفه وعمل معايا واحد واتنين وتلاتة؟ ده انا لسه عارفه من شهر، واللي اعرفه بقالي 10 ولا 15 سنة. فاول موقف انا محتاج له فيه سابني وتخلى عني. يبقى نعرف من كده ايه؟ ان الحب واللي هي المواقف هي اللي بتبين لنا حب البني ادم لينا. ما نصدقش اي حد يقولك شعارات ويقولك افلام وانت كل حاجة عندي وانت وانت وانت. لا، استنى موقف وشوف هو هيتصرف معاك ازاي في الموقف ده. طلع راجل وطلعت ست جدعة وطلع قد كلمته وطلعت مفيش منها في الموقف ده، هي دي اللي تكمل معاها، وهو ده اللي تكملي معاه عمرك. ليه؟ لأنه وقف جنبي وساندني في الموقف اللي كل الناس بعتني فيه. تمسكي فيه بإيدك وأسنانك ما تسيبهوش. لكن أي حد يتخلى عنك في موقف ما ينفعش أبدا يتخلى عنك فيه، ده تقفل الباب عليه وما تفتحوش تاني أبدا. خلاص، شكرا، كتر خيرك يا شدة، عرفتني عدو من حبيبي. الشدة بس هي اللي بتعرف معادن الناس، الشدة بس هي اللي بتعرفك انت غالي عند اللي قدامك ولا لا. في الشدة بس هي دايما اللي بتحط خطوط، هتعامل مع مين بعد كده ومش هتعامل مع مين بعد كده، وهكلم مين وده بعد كده ما يلزمنيش. كل الناس بتقولك انا بعامل ربنا، ماشي ونعم بالله، حتى لو هو ما ادانيش نفس المواقف اللي انا ساعدته فيها، فانا كده كده بعامل ربنا. احنا نعامل ربنا يا جماعة للناس اللي تستاهل ده، نعامل ربنا للناس اللي تبقى فاكرة ده، مش تنكر الجميل اللي انت عملته فيها وكأنك ما عملتش حاجة. لان اللي بيحصل بيبقى فجعة بالنسبة لنا، ان احنا عملنا وفجأة لما نيجي نتحط في موقف واحد بس ما نلاقيش اي حد واقف معانا، بينسوا كل حاجة وكأن شيء لم يكن، وفاكرين موقف او موقفين في هذا الاساس عليهم بيتصرفوا. فاحنا ما نعملش ابدا غير الناس اللي تدينا زي ما احنا بنديهم. مش معنى كده ان انا ما بعملش خير، او مش معنى كده ان انا ما اشوفش حد ولا ما اقابلش حد. لا، نتعامل مع كل الناس،
بس ما نديش يعني كتير علشان بنتصدم قوي. على قد ما بندي قوي على قد ما بنتصدم قوي. فخليك حريص على الناس اللي تتعامل معاهم. خليك حريص جدا على تعبك ونفسك ومجهودك، لان لبدنك عليك حق وان لنفسك عليك حق. لاني بشوف ناس كتير قوي بتدي من غير حساب، واول ما تحتاج لحد ما بتلاقيش حد يديها ربع اللي هي اديتها له. ف يعني الشدة هي اللي بتبين لنا، المواقف هي اللي بتبين لنا. ربنا ما يوقعكم ابدا في دقيقة ولا ابدا يحوجكم لحد، لان دلوقتي مفيش حد بيحب حد، مفيش حد بيضحي عشان حد زي زمان. انت كنت ممكن ترمي نفسك بص في البحر علشان صاحبي دوت، ولا عشان صاحبتي ديت، ولا عشان اي حد، سواء قريب ولا غريب ولا اي حاجة، وتيجي انت تحتاج في موقف يبقى مش هاين عليه يعدي عشانك الشارع. ايه ده انا كنت هرمي نفسي عشانه وهو مش هاين عليه يعدي الشارع ويجيلي. اه، هي فعلا الدنيا بقت كده، وكل واحد بيقول يلا يا نفسي. فطالما كل واحد بيقول يلا يا نفسي، كل واحد يشيل شيلته وما يحتاجش لحد. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، في فيديو جديد إن شاء الله. طيب.